ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. الفيديو بتاعي النهارده بقى مختلف ليه؟ علشان انا بسجل صوت على الفيديو، مش بسجل صوت بعد ما بصور الفيديو. فحاجه بالنسبه لي هتبقى جديده يعني، اول مره اجربها واعملها عندي في القناه. تمام. فانا بقى كنت كمان الفيديو بتاعي كمان مختلف، ان انا كنت وعدتكم الفيديو اللي فات ان انا انزل لكم وصفات بايام الاسبوع، يعني اكل بايام الاسبوع. عشان الناس اللي بيبقى عندها حيرة كل اسبوع تعمل ايه والحاجات دي. فانا بقى كتبت لكم جدول كده بسيط، وان شاء الله باذن الله برضو كل اخر اسبوع هبدا ان انا انزل معاكم جدول جديد. انا بادئه لكم الاسبوع بتاعي من يوم الجمعه، ومنزله لكم الفيديو النهارده الاربع. فسايبه لكم فرصه بكره، بحيث ان مثلا لو حد مش متوفر عنده حاجه في البيت يقدر ان هو ينزل ايه ويجيبها. تمام. فانا بقى الفيديو بتاعي النهارده هبدا اقول لكم معايا كده الوصفات. انا بادئه بيوم الجمعه. يوم الجمعه ده بقى بيبقى يوم اللمه، والناس كلها موجوده، والناس اللي عنده مدرسه اجازه من المدرسه، واللي عنده شغل اجازه من الشغل. فاكيد بقى الستات البيوت بقى بيقوموا الصبح يعملوا فطار قبل ما الناس تنزل تصلي الجمعه. وكمان تولعي بقى بخور كده في شقتك او في بيتك. تبخري البيت، تعملي فطار حلو كده، تصحيهم بقى يقوموا يفطروا، بعد كده يروحوا يصلوا الجمعة. بيبقى أجواء حلوة يوم الجمعة. ففطار يوم الجمعة بقى معاكم اللي هو بقى مثلا طعمية، بطاطس، بتنجان، فول، بيض. هو بيبقى فطار بقى اللي هو دسم، علشان زي ما قلت لكم الناس كلها يعني المدارس بقى واللي عنده شغل كله بيبقى اجازة، وكله بيبقى موجود في البيت. تمام. هنيجي بقى كده على الغدا. الغدا بتاعنا يوم الجمعة هيبقى عبارة عن فراخ ومحشي. محشي بقى الاسبوع ده هنعمله ايه؟ محشي كرنب، في محشي ورق عنب، الخس اللي هو الخس الاخضر ده. في ناس بتحشي الورق بتاعه، احنا عن نفسنا بنحشي الورق بتاعه، في ناس ما تعرفش كده. بس ان شاء الله هبقى اعمله معاكم في فيديو قريب، يعني عشان هو الخس لسه طالع. هو بيطلع في الشتاء من الخضروات بتاعت الشتاء، فان شاء الله هعمله معاكم فيديو. او يا فراخ ومحشي، او فراخ مشويه على الفحم بقى في الفرن ايا كان، ورز اصفر. وشويه بقى سلطه وشويه طحينه، وبرده الدنيا هتعدي وهتبقى حلوه. الرز الاصفر مش لازم بسمتي، عشان البسمتي احنا عارفين ان هو بقى السعر بتاعه غالي، اللي هو اصلا عدى 50 جنيه. فهيبقى رز عادي مصري، بس هنعمله اصفر يعني. تمام. العشاء بقى بتاعنا هيبقى حاجات خفيفة، جبن، سندوتشات خفيفة مثلا، ممكن أكل فاضل من بتاع الغدا. يعني حسب الموجود في بيتك. أنا برضو أنا بتكلم في الفيديو، أنا مش عندي أساسي الفطار والعشاء، علشان ممكن في ناس ما بتفطرش، في ناس ما بتتعشاش. إنما أنا بتكلم كوجبة أساسية عندي هي الغدا. الفطار والعشاء ده انا برضه هقولك افكار، وانتي مش عاجبك ممكن تعملي من عندك عادي. تمام. كده بقى احنا خلصنا يوم الجمعة. هنيجي بقى على يوم السبت. يوم السبت عندي الفطار قلت مثلا جبنة، مربى، حلاوة، لانشون، حاجات برضو خفيفة كده، مع فينو بقى، مع عيش، ايا كان ايه الموجود في بيتك. تمام. هنيجي بقى على الغدا، هنعمل صينية بطاطس في الفرن، وشوية رز بشعرية وشوية سلطة. يبقى انا كده خدت بروتين اول يوم، وتاني يوم ما حطيتش فيه بروتين، عادي اللي هو صينيه بطاطس عاديه ما فيهاش اي حاجه، سلطه ورز بشعريه. العشاء ممكن سندوتشات، سندوتش بيض بخضار. انا عامله عندي على القناه سندوتش بيض كده، بحط فيه فلفل الوان، بتحطي زيتون، بتحطي جبن. سندوتش برضو حلو ومغذي ومفيد جدا للاطفال. تمام. كده خلصنا بقى ايه يوم السبت. يوم الحد هيبقى بقى بداية مدارس. في أمهات كتير بقى بتعمل اللانش بوكس، فبيحطوا لأطفالهم فينو وجبن ولانشون. خديلك كده، زوديلك 2 فينو وكليهم كده بعد ما الولاد ايه يمشوا على المدرسة. تمام. الغدا بقى بتاع الحد هيبقى معانا ايه؟ كشري. كشري بقى ايا كان كشري ايه، كشري مصري، اللي هو الكشري اللي هو بيبقى مكرونة ورز وعدس وحمص وبصل محمر. الكشري اللي هو المصري العادي اكيد كلنا عارفينه. يا اما كشري اللي هو الكشري الاسكندراني، اللي هو بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى رز وعدس اصفر بس. ان شاء الله هعمله معاكم قريب برضو. انا الكشري اللي هو المصري ده انا عاملاه عندي في القناه، لو عايزين تدخلوا تشوفوه. ومعانا بقى ايه؟ العشاء. حاولي بقى العشاء يوم الحد ده تظبطيهم شويه، تقومي مثلا ايه تعملي صينيه كيكه،
بعد الغدا كده يتعشوا بيها، واللي هيفضل هيفطروا بيه تاني يوم. ممكن مثلا اي حاجه حلوه، رز بلبن، مهلبيه، اللي موجود في بيتك، ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام كده خلصنا يوم الحد. يوم الاثنين الكيكه بقى اللي انت كنت عاملاها بالليل هنفطر بيها يوم الاثنين الصبح، هنفطر بالكيكه. الغدا بقى بتاعنا ايه؟ هيبقى سمك ورز وسلطه، اي نوع سمك. السمك مفيد جدا للاطفال، ومفيد جدا يعني لاي حد عموما، مش لازم الاطفال. اللي هو انت اصلا المفروض تدخلي السمك في الاسبوع مره او مرتين، على حسب. على فكره في انواع سمك، مش لازم انواع سمك غاليه. في سمك اسمه مكرونه، الكيلو بيبقى 25 جنيه او ب20، يعني من 20 ل25. في سمك اسمه سمك رنجة برضو، لو جبتيه وشوتيه بيبقى حلو قوي برضو. التمن بتاعه برضو من 20 ل25. هو السمك، انا عارفة ان السمك غالي اليومين دول، كل حاجة غالية يعني، ربنا يهون على الناس يا رب. السمك البلطي تقريبا دلوقتي ب40 وب45 او ب35 و40. السمك اللي هو التونة الأصلي ده بقى معدي 55 و60. فانت ممكن مثلا تجيبي نوعين سمك في الأسبوع. يبقى مش لازم السمك اللي هو الغالي، تجيبي مثلا بلطي، وتجيبي مع البلطي غالي مثلا زي ما قلت لكم ب35 او ب40. تجيبي معاه مثلا مكرونه، او تجيبي اللي هو السمك الرنجة. تمام. او ممكن تجيب البلطي، بس مش بلطي كبير، في بلطي صغير كده بيبقى بيتشوي وبيتحط في دقة، بيبقى مليان بطارخ من جوه، تبقى حاجة عظمة يعني. فاللي هو على قد الميزانية اللي موجودة في بيتك، حاولي تمشي بيها الأسبوع، تمشي بيها الدنيا اللي موجودة عندك. تمام. يبقى كده يوم الاثنين قلنا سمك ورز وسلطة. يوم الثلاث ممكن تعملي سندوتشات فول. يعني أنا ماما فبتعمل لنا بتجيب العيش اللي هو الابيض او العيش اللي هو البلدي عادي، بتجيب فول بتقطعه نصين وبتحشيه فول، وبتدهنه لنا دهنة زبدة كده او سمنة بلدي، تحس ان انتي تاكلي في مطعم. تعمل لنا جنبه شوية سلطة، تحس ان انتي تاكلي في مطعم فول بالزبدة وشوية السلطة بتاعت المحلات، بجد بتبقى يعني فطار بيبقى حلو قوي. فنعمل سندوتشات فول زي ما قلت لكم الفكرة بتاعته. تمام. واليوم ده بقى هنعمل مكرونه محمره، مكرونه بصلصه، اي مكرونه، وجنبها مثلا بيض مسلوق وبطاطس محمره. يبقى برضو احنا برضو مدخلين بروتين اللي هو البيض، يبقى نشا وبروتين، والسلطه يبقى فيها خضار. تمام. يعني برضو هتبقى مفيده وصحيه، ومدخله بروتين ومدخله نشويات ومدخله خضار في السلطه. يعني مش اللي هو انت هتبقي مكرونه وبيض وبطاطس، ده هو ده اكل؟ لا، اكل وحلو قوي ومفيد وكل حاجه. تمام. يبقى كده خلصنا يوم التلات. وبرده العشاء اللي هو بقى جبن، اكل خفيف، فاكهه. الناس اللي ما بتتعشاش، اللي عامله دايت دي مريحه نفسها الصراحه عقبالنا كلنا يا رب. فاللي هو كده خلاص احنا برضو خلصنا يوم التلات. تمام. انا اسفه لو انا بتكلم بسرعه او انتوا مش فاهمين مني حاجه يعني، او بتلخبط شويه، علشان انا زي ما قلت لكم ان ده اول فيديو اسجله وانا بعمل فيديو، يعني مش مسجله صوت بعد ما عملت فيديو، يعني حاجه بالنسبه لي غريبه شويه، فاعذروني لو في اي غلط في الكلام يعني. هنرجع بقى تاني للجدول بتاعنا. يوم الاربع الغدا مثلا تعملي لهم بطاطس مهروسه، اللي هي انت بتسلقيها وبعد كده بتهرسيها بحته زبده بشويه فلفل اسمر وكمون وبهارات وكده، ومثلا بتنجان مشوي جنبها كده. او ممكن لو ولادك ما بيحبوش البطاطس المهروسه، يبقى بطاطس مقليه، بيضه مقلي على حته جبنه كده، الدنيا هتمشي. الناس برضو في ناس بتصحى متاخر فما بتفطرش. تمام. الغدا بقى هيبقى مثلا كفته ورز اصفر، او مثلا تعملي مكرونه بدل اللحمه اللي انت هتاخديها في الكفته دي، تعملي بيها مثلا صينيه مكرونه بشاميل، صينيه جلاش. تعملي مثلا مسقعه باللحمه المفرومه. تعملي كوسه بالبشاميل باللحمه المفرومه كده. اللي هو انت هتدخلي في اليوم ده لحمه، علشان احنا دخلنا فراخ ودخلنا سمك ودخلنا البروتين النباتي ودخلنا بيض وكده، فاليوم ده ندخل لحمه. تمام. هيبقى كفته ورز اصفر، او مسقعه باللحمه، او صينيه مكرونه بشاميل، او صينيه جلاش كده يعني. او انا مش بقول معاها،
يا ده يا ده. تمام. وبرضو العشاء هيبقى مثلا من باقي الحاجات اللي في الغدا كده يعني. الخميس بقى الفطار برضو حاجات خفيفة. الغدا بقى مثلا هيبقى دخلي لهم بقى خضار، تعملي بقى سبانخ، تعملي بسلة. العموم هي طلعت زي ما قلت لكم ان الشتاء بيبقى فيه خضار كتير، كل حاجة بتبقى موجودة، وحاولي تدخلي الخضار لولادك في الأكل يعني. فاصوليا خضرة، كوسة، تعمله لهم كده يعني طبيخ يعني، وشوية برضو رز. وهيبقوا خدوا بقى يعني كل الاسبوع ده انا مدخله لكم فيه خضار ونشويات وبروتين وحاجات فيها مثلا السبانخ هيبقى فيها حديد كده. فان شاء الله الفيديو يبقى عاجبكم، وباذن الله برضو استنوني كل اخر اسبوع هعمل لكم فيديوهات زي كده. وكمان الناس اللي ممكن ناس خدوا سكرين شوت للورقه كده من الفيديو، وحاولوا ان انتوا تمشوا على الاكلات دي كده ايام الاسبوع، وباذن الله الدنيا هتمشي معاكم. فانا عايزه اقول حاجه قبل ما اقفل الفيديو. تمام. انا عملت الفيديو ده علشان في ناس كانت طلبت مني لما قلت الفكره في الفيديو اللي فات. في ناس ممكن تشوف ان الاكل ده كتير، تمام، وفي ناس ممكن تشوف ان هو قليل، وفي ناس ممكن تشوف ان هو معقول على قد الميزانيه بتاعتهم. فانا بتكلم، انا بقول لكم وصفات، انا مش داخله كل بيت وعارفه كل بيت ميزانيته قد ايه وقبض جوزك قد ايه، او بتدخلك دخل قد ايه شهري علشان تمشي عليه الشهر كله. تمام. فانا زي ما قلت لكم في ناس ممكن مثلا انتم مش، في ناس ممكن تنتقدني وتقول ان ده كتير ومعرفش ايه. انا يا جماعه انا قلت افكار، على حسب الافكار دي انتي ماشي دنيتك. ممكن مثلا اليوم اللي هو اللي فيه الكفته ده تلغيه، تعملي لهم مسقعه من غير لحمه، مسقعه تبقى عاديه. ممكن تعملي لهم اي نوع خضار على رز مثلا كده. فممكن يوم المكرونه ده تشيل البيض تبقى مكرونه وبطاطس محمره وسلطه بس. تمام. فانا زي ما بقول لكم، هو الاكل ده الجدول ده ممكن ناس يبقى بالنسبه لهم ده قليل. الناس اللي هي هتبقى شايفه ان ده مثلا كتير، ان هما مثلا ما يقدروش يجيبوا ده في الاسبوع. بجد ربنا يعين كل واحد على حاله، وربنا يرزق يا رب كل الناس، ويدي كل الناس من حيث لا تدري ولا تحتسب. يرزق كل الناس يا رب رزق حلال، يرزق الابهات بانهم يقدروا يجيبوا اكل لاولادهم ويوفروا لهم عيشه زي كده. تمام. وفي ناس زي ما قلت لكم بالنسبه لهم هيبقى ايه ده احنا ممكن الاكل ده نعمله في يومين. يبقى بالنسبه لهم الجدول ده احنا ممكن نعمل الاكل ده في يومين. ممكن احنا لا، احنا ممكن كل ايام الاسبوع بنعمل لحمه فراخ وسمك. وفي ناس يبقى بالنسبه لهم ده حاجه عاديه، حاجه عادي. ايوه هو ده اللي احنا، ده الطبيعي اللي احنا ماشيين بيه. فانا زي ما قلت لكم يا رب ربنا يرزق الجميع، وربنا يدي كل واحد على قد قوت عياله او على قد بيته، يرزقكم برزق حلال يا رب. وربنا يعين كل واحد على حاله وعلى ولاده وعلى بيته. فانا بس مجرد ان انا بقول افكار في فيديو بس، انا مش عايزه اكون مثلا سبب ان انا احبط واحده، او واحده تدخل تقولي لا ده انا ما بقدرش اجيب ده في الاسبوع. انا اسفه انا اسفه انا اسفه لو انا هبقى سبب فانا اجرح واحده زي كده. بس انا بعمل والله فيديو ده اتطلب مني، فانا بس بعمله. تمام. فيا رب يكون فكره الفيديو بتاعتي عجبتكم. و... وزي ما قلت لكم ان الناس اللي ما تقدرش تجيب حاجه زي كده، افضلي بقى صلي على النبي، قولي اذكار وادعي ربنا يا رب ارزقني زي اللي عنده فلانه، يا رب ارزقني، بدل ما تبص لها نظره حقد وحسد او كده او كره، لا قولي يا رب اديني زي ما اديتها، يا رب اعطيني زي ما عطيتها كده. فان شاء الله يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، او يا رب اكون فدتكم باي حاجه في الفيديو، سواء في الجدول سواء بالكلام اللي انا قلته لكم في الاخر. وزي ما قلت لكم لو انا قلت اي حاجه او كلامي مش مفهوم او كان ملخبط شويه فاعذروني يعني. انا زي ما قلت لكم اول مره اعمل اسجل صوت على الفيديو مباشره. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا ريت كل اللي شاف الفيديو وحب الفيديو او عجبه الفكره يشترك عندي في القناه ويضغط لايك ويكتب لي كومنت حلو وشير بقى كتير عشان اصحابكم وقرايبكم يعرفوا القناه بتاعتي ويدخلوا يشتركوا عندي. اسيبكم في رعايه الله، هتوحشوني اول حد الفيديو الجاي، مع السلامه.